هو ايه يا جماعه الاخبار اللي احنا عاملين نسمعها عن لوس انجلوس دي؟ الموضوع كبير قوي وشكله مش مجرد مظاهرات عاديه، تحس انها خناقه شوارع بس على مستوى امريكا كلها. هو بيقال ان امريكا فيها حرب اهليه بارده، زي الحرب البارده كده بس على مستوى امريكا نفسها البلد. هو بقى من تجليات الحرب ديت هي المظاهرات اللي موجوده حاليا في لوس انجلوس، ده بسبب مداهمات الهجره الفيدراليه واعتقال اكتر من 40 واحد يوم الجمعه اللي فاتت. ممكن نعتبر انها بقت حرب صلاحيات ما بين البيت الابيض وولايه كاليفورنيا. وعلى قد ما المظاهرات فيها شويه اكشن حلوين، بس برضه التصريحات ما بين الناس الكبار الموجوده فيها حرب حلوه برضه جدا. وهنبدا فيهم بكارلين باس اللي هي عمده لوس انجلوس، البلد اللي حاصل فيها النوش ده كله. الست دي حرفيا ولت من اللي بتحصل، شاطت يعني، ومش قصدي عنصريه والله العظيم. هي شايفه ان اللي بيعمله ترامب دوت تصعيد غير مبرر ومحاوله متعمده لخلق الفوضى، يعني مكبره الموضوع سيكا بس تمام. وطلع بكام تصريح كده، منهم تصريح اللي قالت فيه ان لوس انجلوس مش محتاج قوات احتلال، خدت بالك من قوات احتلال دي، وكملت على لسانها ان اهلنا ليهم الحق في التعبير عن رايهم بطريقه سلميه، وان الشرطه اللي موجوده في البلد ديت قادره تحافظ على الامن والنظام اللي موجودين في البلد، وان اللي بيحصل من ترامب دوت هو محاوله لاثاره الفتن والهاء الناس عن القضايا الحقيقيه. يعني ممكن نلخص التصريح دوت انها بتقول انها مش عايزه بلطجيه عندها في البلد، وان هي عارفه هي بتعمل ايه كويس. هي بتحاول انها تهدي الاوضاع والمظاهرات في الشارع شويه، وفي نفس الوقت عامله حائط صد للتدخل الفيدرالي اللي هي من وجهه نظرها انه غير قانوني. نيجي بقى لجافين نيوسوم اللي هو حاكم ولايه كاليفورنيا، حاجه اكبر شويه يعني. الراجل ده بقى دماغه فوتت خالص من ترامب، هو شايف ان اللي بيعمله دوت عباره عن جنون ديكتاتوري، وكمان صعد الموضوع بزياده وهدد انه هيرفع دعوه قضائيه على ترامب وكل القضايش اللي معاه بسبب نشر القوات اللي حصل ده. الراجل ده ما بيهزرش يعني، ما يغركش شكل كيوت خالص. وتصريحاته كانت بتزعل، يعني طلع وقال لك ان كاليفورنيا مش هتكون ساحه حرب لجنون ترامب، وقالها ودي هقولها باللغه العربيه الفصحى: سنذهب الى المحكمه وسنقاتل بكل ما اوتينا من قوه لندافع عن شعبنا ومبادئنا. يعني كان لازم اقولها، يعني هي كده باللغه العربيه الفصحى، ما ينفعش تقال عادي. وحاليا بيجهز نفسه مع المدعي العام للولايه عشان يروحوا المحكمه، وشايف ان اللي بيحصل دوت بيخالف كل الاتفاقيات وممكن يوديهم في داهيه من ناحيه الحريات والحقوق المدنيه. هو اصلا كاليفورنيا ديت معروفه انها حضن للمهاجرين وان قوانينها بتحميهم، وهي على طول كده دايما داخله خناقه مع ترامب بسبب حوار المهاجرين اللي بيحصل دوت، وان المظاهرات ديت هي عباره عن روح المقاومه كاليفورنيا ضد ترامب. طيب الرئيس بقى ترامب يعني رايه ايه بقى في العبث اللي بيحصل دوت؟ اسمع يا سيدي، بصوا مبدئيا نتفق على حاجه، ان ترامب هو عيل في الحوارات ديت، مش عيل بيرجع في كلامه، لا هو عيل العنيد الرخم الرازل اللي بيعاند ويعمل برضه اللي في دماغه. الراجل اصر على رايه ونشر حوالي 700 جندي من المارينز و2000 اضافيين من الحرس الوطني، ولحد ما وصل ل 4000 جندي كمان. هو شايف ان المظاهرات ديت عباره عن خروج عن القانون، وان المدن اللي فيها عنف ديت ومظاهرات هو قادر ان هو يسيطر عليها بنفسه طالما هي مش قادره تسيطر على نفسها. هو من الاخر شايف ان احنا اللي هنسيطر وان احنا اللي هنحافظ على القانون، يعني مفيش النهارده مفيش حكومه، انا الحكومه. وطلعت برضو كتير ان ترامب بيهاجم الديمقراطيين زي نيوسوم وكارلين كده وبيتهمهم بالضعف وعدم السيطره. طب بالنسبه بقى الشارع، المظاهرات نفسها اللي موجوده في لوس انجلوس، بصي دي عباره عن سمك لبن تمر هندي، في مظاهرات والوف مؤلفه خرجت عند مبنى البلديه، وفي بقى الجزء اللي خاص بالاشتباكات والعنف، وده هنا بقى بنقلب جد، لان الشرطه استخدمت هنا قنابل صوت ورصاص مطاطي وقنابل مسيله للدموع. طبعا كل ده عشان تفض المظاهرات، وخصوصا لما المتظاهرين حاولوا يقربوا من الاماكن اللي محبوس فيهم او يعني اللي محتجز فيهم المهاجرين. وطبعا تدخل الشرطه دوت ما منعش من وجود تخريب ونهب، وفي تقارير بتقول ان حصل حرق العربيات ذاتيه القياده، وفي رمي بالطوب على الشرطه. ودي بقى النقطه اللي ترامب بيتدخل بيها وبيستغلها عشان يعمل كل اللي هو عايزه. وطبعا مع كل دوت النيابه اضطرت تتدخل فعلا، وبداوا يدوروا على السوشيال ميديا على الناس اللي بتساهم في التخريب وفي العبث اللي بيحصل دوت. والمفاجاه بقى الاكبر ان الموضوع ما وقفش عند لوس انجلوس والموضوع اتلم هناك، لا هو الموضوع انتشر اكتر بكتير تاني جوه امريكا. المظاهرات انتشرت في اماكن تانيه كتير زي سان فرانسيسكو ودالاس واوستن. الموضوع بقى اكبر بكتير قوي من مجرد احتجاجات محليه، بقت موجه غضب على سياسات الهجره. ايه الخلاصه؟ الموضوع ده بيبين الصراع اللي موجود ما بين السلطات الفيدراليه وسلطات الولايات. ترامب شايف ان ده تطبيق القانون، والناس دي شايفه ان دوت تجاوز للسلطات وتعدي على حقوق وحريات المواطنين. ان الموضوع دوت شكله مستمر معانا شويه وهيزيد اكتر مع قرب الانتخابات الرئاسيه، ولحد ما نشوف الخناقه دي تترس على ايه. يعني شقر على زر اللايك والاشتراك كده
ربنا يسترها علينا. سلام.